اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم عمرو عماد. خليني اقول لك انا كنت بصراحه للامانه متحامل على السماعه دي اول ما شفتها، وهقول لك انا غيرت رايي ليه، بس في حاجات لسه واقف عندها برضو. اول حاجه هنتكلم عن السماعه الانكر الكي 20 اي، واحنا الحمد لله ربنا قدرنا نكون اول ناس نراجع السماعه دي كالعاده. فيلا بينا اقول لك بقى ايه الخامات والمايكات والتكنولوجي الجديده اللي فيها والعيوب اللي فيها، وبتدعم الابلكيشن او لا، ونجرب مكالمه ونشوف راي الناس اللي بتسمع المكالمه بتقول ايه، وانت تجرب المكالمه وتسمعها بودنك وتقول رايك وكل حاجه. يلا بينا عشان نبدا الفيديو. اول حاجه هنتكلم عن الشكل والتصميم والعلبه. ملناش دعوه بالعلبه. العلبه مكتوب عليها ان هي باورفول بيز، 2 مايك كلير، وفاست تشارجنج 10 دقايق يديك ساعتين، وكومفورت. طيب بيقول لك ان هي بتقعد 6 ساعات، وفي الكيس 36. هنتكلم في كل ده. طبعا ايه بقى الجمله المعتاده؟ ده الكتالوج، بس طبعا انت مش هتحتاجه في حاجه لان انا هشرح لك كل كبيره وصغيره. بيجي معاها كابل التايب سي. مفيش اي حاجه تاني في العلبه. طبعا انت مش عارف ليه مفيش اي حاجه تاني في العلبه، بس انا هقول لك. عارفين يا جماعه المشكله اللي كانت عند الناس؟ انا بس قبل ما ابدا الجزئيه دي، انا بعد كده هشرح الفيديو عشان الناس تبقى عارفه. هشرحها بطريقه بسيطه جدا للناس اللي مش عارفه المحتوى. يعني ايه سوبر اموليد؟ يعني ايه فيها مثلا الليتنسي؟ في ناس مش عارفه ده لان ده مش المجال بتاعها. فانا هشرح السماعه الاول بطريقه المستهلك اللي عايز يعرف يشتريها ولا لا، وبعد كده نتكلم عن الحاجات التك. فزي ما قلت لك هي مش هيجي معاها حاجه. السماعه بقى ايه اللذيذ الجديد اللي فيها؟ دي السماعه يا صديقي طبعا الجميل اللي فيها ان هي جايه، دي اسمها العظمه. عارف انت السماعه العظمه اللي هي ما فيهاش بلاستيكايه في الودن؟ في ناس بتبقى البلاستيكايه بتضايقه لما تتحط بتوجع له عظم ودنه، وفي ناس بتستخدم دي بالنسبه لها لطيفه جدا. ما كانش في حد في السوق بيعملها غير لافينتو واي ترين وكام براند تانيين كده، لكن انكر هي اول مره تعمل السماعه دي. يعني انكر اول مره تعمل نوع السماعه العظمه دي. طيب هقول لك على المزايا بتاعه التصميم طبعا انا بالنسبه لي السماعه دي، لان في شريحه كبيره جدا جدا نفسها تستخدم سماعه العظمه دي، اللي هي العظم، مش العظمه يتقال عليها العظم، اللي هي ما فيهاش بلاستيكايه. طيب ايه اللي مش عاجبني في السماعه؟ بصراحه الكيس الجلوي، اللي هو الجلوي اللي بيلمع ده بيبصم. بص ده استخدام 3-4 ايام. بص السماعه اتبهدلت ازاي. انا بصراحه الكيس مش عجباني بسبب كده. فتحه الكيس رايقه بس بتضايقني. يعني بص كل ما اجي لازم اظبطها بالظبط. بص لازم اظبط ايدي وانا بحطها بالظبط، لانه عملت كده زي ما هي عملت دلوقتي كده، واجي اقفل ممكن اكسرها من غير ما احس. بص فانا لا اهو لازم اقفلها كويس. بتيجي بمدخل تايب سي. عيب عندي فيها في الديزاين ان هي بتخربش. طيب بتقعد معاك قد ايه يا معلم؟ بتقعد معاك 36 ساعه على حسب استخدامك، بس هي بتقعد 36 ساعه من غير ما تشحنها. يعني ما تشحنش السماعه، تستخدمها 36 ساعه. طيب عزل للضوضاء، يعني لما الناس تكون بتكلمني في التليفون نسمع بعض او لا، هخليك تجرب المكالمه واحكم بنفسك. انا بصراحه كنت ناقم على السماعه، بس تجربه الناس وحتى الناس اللي بكلمها دي ناس دي فاهمه في التك. انا باخد راي الناس، بقول له رايك قيم السماعه، قيمها بصراحه تقييم. انا بصراحه ما كنتش ناوي اديها التقييم ده، بس احنا بنعمل الحاجه بالشكل فعلا الواقعي الحقيقي، لا بنجامل ولا بنيجي على حساب حاجه لحد، لا هو التجربه الحقيقيه هتشوفها دلوقتي. يلا بينا. مورا معلش كنت بسأل. لا يا حبيبي، بقول لك ايه، اسلام سامعني كويس كده؟ اه سامعك يا صاحبي. الصوت بالنسبه لك كويس ولا سامع حواليا دوشه؟ هو مش دوشة بس يعني صوتك مش كلير. لو انت انا عايز كمان انا واقف على جنب، مش سايق كمان. يعني بص هو صوتك يعني مفسره وكل حاجة وعالي، بس عارف انت مش طب لو نزلت في الشارع كده سامعني كده؟ سامعك برضه. انا واقف في الشارع، اه في الصوت صوت بالنسبه لك كلاكسات ايه؟ خفيف، في صوت كلاكسات خفيف. اه يعني لو ماشي في الشارع كده وماشي بالعربيه مش هتسمعني صح ولا تسمعني لا برضو؟ سامعك، هسمعك، بس في اصوات حواليك برضه، اه بس طيب. انت اعلى منهم يعني. طب انت تقييمك للسماعه ايه؟ لا السماعه دي حلو. اللي هي الكي 20 اي الانكر لا حلو يعني، بس ب هي مش كلير 1500 جنيه. فويس، مش كلير فويس. اه. لا 1500 جنيه حلوة طبعا. امم تمام، يعني المايك ممكن نديله مثلا 7/10. حلو. السماعه انا بالنسبه لي السماعة انا ده انت هنا، اللي سامع بقى بالنسبه لي انا سامعك كويس مش وحش. تمام، يعني انا ما فيش مرة مثلا وانت بتتكلم ما سمعتش اه الكلام اللي انت بتقوله. دي ايه في الكلام حد ذاتها وصل حاجة لك حلوة. يعني الكلام. اه ماشي. بالظبط. ماشي. ماشي يا عمور. شكرا يا استاذ اسلام. حبيبي سلام. طيب بتعمل ايه؟ بتقعد معاك 36 ساعه.
السماعه الواحده بيقعدوا معاك 6 ساعات لو من غير العلبه، يعني تستخدم دول لوحدهم يقعدوا 6 ساعات دايركت، تحطهم في السماعه 36 ساعه. ما لحقتش تشحنها وهتشحنها 10 دقايق، بص زي ما بقول لك كده، بص لما جيت حطيت السماعه لازم احطها كويس. طيب انا ليه يا جماعه برضو هشرح تاني انا ليه بشرح الفيديو بالطريقه البسيطه دي، لان في ناس كتير دخلت بعتت لي في الكومنت وفي الرسائل يا عمرو من فضلك اشرح بالطريقه اليوزر العادي، انا مستخدم عادي عايز اعرف اشتري السماعه او لا. فانا هقول لك الحاجات الكويسه اللي فيها، عدد ساعات الشحن، صوت المكالمه، اقول لك فيها عزل للضوضاء لو بتتكلم من الناس تبقى سامعاك بصوت واضح، هوضح لك الحاجات دي، هشرح لك بقى شويه حاجات في التفاصيل. طيب البطاريه قلنا بنقعد 36 ساعه، الواحده بتقعد معاك 6 ساعات، لو شحنت 10 دقايق بتقعد ساعتين. بتيجي IPX5 مضاده للميه ورذاذ الميه وللاتربه. بتيجي بدرايفر 13 مللي، فده طبعا اللي مخلي صوت المكالمات والمايك زي ما انت سامع، الدرايفر بتاعها بيخليك تسمع المكالمات بشكل واضح جدا زي ما انا كنت سامع المكالمات بتاعت الناس اللي حواليا. بتدعم الابلكيشن ساوند كور، بيدعم الابلكيشن، موجود على الابلكيشن تقدر تظبط منها شويه ايكولايزر وتظبط فيها شويه حاجات، فده ممتاز جدا. بتيجي ببلوتوث 5.3، ده بيخلي سرعه اقتران السماعه بالموبايل حلوه، لكن واقعيا بقى ان هي بتاخد 8 ثواني عن تجربه الشخصيه. موبايلي بفتح العلبه، الواوي مثلا او الحاجات اللي هي الهاي اند بتفتح معايا ما بتاخدش ثانيتين او جزء من الثانيه، تقريبا ثانيه وكسور يعني. دي قعدت معايا 8 ثواني عن تجربه، يعني افتحها على اي موبايل واقعد اشوف قد ايه حطيت السماعه في ودني هتكونكت بعد قد ايه وانا فاتح البلوتوث، 8 ثواني، فده وقت كبير. بس هنقول ب 1400 جنيه انا مستغليها شويه، لان هي كانت ممكن تنزل ب 1000 جنيه، كانت كلت الدنيا، بس هم عايزين يرقوا شويه فوق الار 50 ويعمل حاجه ما بين ال 1000 ونص، وبعد كده يحط حاجه بعد البي 40 اللي هي البي 30 اللي لسه هنراجعها، فبيحاولوا يحطوا ايه تسعيره كده، حاجات ب 1000، حاجات ب 1000 ونص، ب 2000 ونص، ب 3 ونص، ب 4 ونص الان سي، يعني هم بيحاولوا يرتبوا ايه بعد الخربشه دي. لكن الحاجه الوحيده تستاهل ان هي ايه العظم اللي هي ما فيهاش البلاستيك، فده بالنسبه لي ده اللي يخليها تعدي ب 1400 جنيه. اما بالنسبه لنظام العزل فيها، فنظام العزل فيها محترم جدا. ليه بقى؟ بعيدا عن تجربه الصوت اللي انت سمعتها، تجربه العزل في السماعه دي مدعوم بالاي اي. فالاي اي بيعمل ايه؟ بيبدا ان هو يظبط الصوت. يعني انا كنت بكلم الناس اقول له انت متاكد ان انت سامعني؟ يقول لي انا سامعك كويس بس سامع الصوت بعيد. ده بقى الاي اي بيبدا يشتغل ويحاول يعزل الصوت. انا كده دلوقتي حاولت اكون اول واحد يشرح لك السماعه الكي 20 اي، تمام؟ لا انا هقول لك المفيد، انا عجبني فيها وما عجبنيش ايه. اللي عجبني بطاريه، مكالمات، عزل بالنسبه للسعر بتاعها، لان هي برضو عظم مش تب، ان هي عظم كل ده. اللي ما عجبنيش الخدش والسعر، الخدش اللي بره والسعر، واللاج اللي بيقعد 8 ثواني ما بين فتح الكيس واحط السماعه في ودني لحد ما تتربط على الموبايل 8 ثواني. دول 3 عيوب اللي فيها، لكن الباقي كله مزايا. لو الثلاثه مش هيضروك اشتري السماعه، هيضروك استنى فيديو بي 30 عشان تشوف هتشتريها ولا لا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. الى اللقاء.